أولئك الغوغاويين والفاشلين والمفلسين والذين لا خطاب لهم إلا خطاب الفتنة، والذين أفلسوا أخلاقيا ووطنيا حسم فيهم الشعب. ولمن يريد أن يعرف من هم، عليه أن يرى صفحاتهم بشبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وكيف يحرضون على الدولة والشعب ويشعلون نار الفتنة زورا وبهتانا وكذبا وتحريضا. لذا فإنني أحمل هذه الحكومة والقضاء النزيه مسؤولية الكشف عن هؤلاء المجرمين في حق الوطن وفي حق تطاوين وأهالي تطاوين. هؤلاء المجرمين الذين تسببوا في قتل الشاب محمد أنور ابن تطاوين الحالم بالتشغيل والتنمية. وسيصدم الشعب التونسي حين يعلم حقيقة من دبر ومن مول ومن حرض ومن دعا إلى الفوضى. كما سيصدم الشعب التونسي حين يكتشف أن حملة تويني بترول ليست إلا حملة مدفوعة الأجر، حملة بالوكالة لفائدة جهات أجنبية تريد سوءا بهذا الوطن العزيز والشعب. لذا أجدد الدعوة للحكومة والقضاء للكشف عن أصحاب الصفحات الفيسبوكية المأجورة والعميلة والمحرضة على الدولة، ومن وراءها، وما هي غايتها، ومن مولها، ومن جند القائمين عليها. وسيعرف الجميع من هم خونة هذا الوطن.